اتصل بيه وهدده وقال له هقتلك يوم فرحك. ما اهتمش بالمكالمة وقال انه بيهوش ومستحيل يعمل حاجة زي كده. وهو في الكوافير علشان يجيب عروسته ويطلع بيها على القاعة جاله تليفون: الحق شقتك اتحرقت. قال لعروسته هعدي على الشقة بتاعتنا قبل ما نطلع على القاعة عشان في حاجة نسيتها عايز اطلع اجيبها من فوق. ولما راح شقته طلع واتصدم من المنظر اللي شافه. 8 سنين من عمره راحوا في غمضة عين، ده غير الفرحة اللي اتكسرت عنده هو وزوجته. لحظة العمر اللي بيستناها أي زوج وزوجة للأسف اتكسرت. يتيم الأب والأم واللي مربيه شخص واحد يعتبر خاله عمه، وهو الشخص اللي هدله حياته هو اللي رباه. خاله عمه شخص واحد. صورته كاميرات المراقبة وهو طالع وفي ايديه جيركن بنزين، وبعدها مباشرة قادت النار في الشقة والجيران طفوها بأعجوبة. وحاول وقتها يتمالك نفسه علشان خاطر ما يكسرش فرحة زوجته. ولما نزلت زوجته بتسأله بتقوله ايه الصماد اللي على ايدك ده؟ قال لها الستارة ولعت، وبصلها بابتسامة حزينة وخدها وطلعوا على القاعة. والعروسة بالمعازيم في وادي والمجني عليه في وادي تاني خالص. بعد ما الفرح خلص خد زوجته وطلع بيها على الشقة، والاتنين اتصدموا من المنظر اللي شافوه. وتم القبض على خاله وأنكر إن هو اللي عمل كده، وبشهادة ابن أخته عليه والكاميرات اللي رصدته وهو طالع بجيركن بنزين وتحريات المباحث اللي أثبتت إن في خلاف شديد ما بينهم، الجاني بقى واضح وضوح النهار. جريمة كلها قهر وكسرة فرحة، واليوم الوحيد اللي بتستناه أي بنت علشان تلبس فيه الفستان الأبيض وياخدها عريسها ويطلع بيها على شقتها، للأسف بقى أتعس يوم في حياتها. مجني عليه يتيم، وأهل الخير مفيش أكتر منه. ومن فك كربة أخيه في الدنيا فك الله كربته في الآخرة. والصدقة قاعدة لصاحبها، مش هتروح لحد تاني.